أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فمنهم مؤمن وكافر ومنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عباد الله، إن الشقاوة والسعادة لهما أسباب من قبل العبد. الشقاوة سببها الكفر بالله عز وجل والمعاصي والسيئات التي لا يتوب منها صاحبها. وأما السعادة فهي بسبب الأعمال الصالحة وتقوى الله سبحانه وتعالى. لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. عباد الله، 3 خصال من وفق لهن نال السعادة في الدنيا والآخرة، وهي من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه ال3 هن عنوان السعادة. فأما الأولى إذا أعطي شكر، إذا أنعم الله عليه بنعمة شكر الله عليها واستعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأثنى بها على الله ظاهرا وباطنا، واعترف أنها من الله لا بحوله ولا بقوته. فأركان الشكر هذه ال3: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها. هكذا تكون النعمة منحة من الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يشكر فإن الله توعده بالعذاب الشديد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر ليس باللسان فقط، ولكنه باللسان وبالقلب وبالأفعال في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأما الخصلة الثانية إذا ابتلي صبر. الله جل وعلا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنة يعني اختبار، نختبركم بالشر وبالخير. فمن إذا ابتلي بالشر صبر، وإذا ابتلي بالنعمة شكر، فهذا هو السعيد. وأما من إذا أنعم عليه كفر النعمة، وإذا ابتلي فإنه يجزع ويتسخط لقضاء الله وقدره، فهذا هو الشقي. ولن يحصل على طائل، بل يحصل على ما هو أشد وأنكى والعياذ بالله. إذا أنعم عليه شكر، ولا يبطر ولا يتكبر، ولا يصرف هذه النعمة بالمعاصي والشهوات المحرمة والأسفار المحرمة للنزهة في بلاد الكفار والانخراط في سلك الفسقة والفجار، فيكون مثلهم أو أخس منهم وأردى منهم. إن الكفار يسخرون من بعض المسلمين الذين يأتونهم ثم يظهرون من الكفر والفجور والفسق ما لا يفعله الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب أن النعمة فاضت عليهم فلم يحسنوا التصرف فيها، فتكون شقاء عليهم. الخصلة الثانية إذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي عباده ليظهر الصابر
من الذي يجزع ويتسخط. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يفوضون الأمر إلى الله. قال الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله جل وعلا يبتلي عباده، وأشد بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. أشد الناس بلاء